مش هصور حاجه هو المحشي بقى. اعمل محشي. اول حاجه خالص فلفل، كوسه، باذنجان ابيض واسود ومخدد. انا مطلعهم من التلاجة، هسيبهم بس كده ينشفوا من الميه اللي فيهم ديت، وبعد كده هبتدي اقورهم. وهنا عندي الطماطم عشان التسبيك. يلا بينا نسبك. بصلتين هنا مكعبات، وهنزل بالزيت وارفعهم على النار واضرب القوطه في القوطه. حطيت بقى كده على التسبيكه ملح وفلفل وكمون وبهارات. اول هنا كده ما البصله بدات تصفر وتحمر كده، هقوم نازله بالتسبيكه والتوابل بتاعتي. واسيبهم بقى على النار كده لحد ما تتسبك خالص. اروح بقى اقور بقى الهرم ده. قطعت الخضره وبغسلها. ده كده البتنجان والكوسه والفلفل بعد ما اتقوروا، لسه برضه هيتغسلوا وهيتصفوا هما والخضره. كده التسبيكه اتسبكت، هنزل بقى بالرز بتاعي ونقلب بقى الرز كده. انا بقلبه على النار علشان التسبيكه تبقى حمرا وما يبقاش فيها اي سوائل تضايقني وانا بحشي. هنشفه بقى كده على النار. هقطع بقى الخضره. قطعت كده الخضره، هنزل بقى بالرز وابتدي احشي كده. بقى دي خلطه بتاعتي، هسيبها بقى تبرد وابتدي احشي البتنجان. الحله دي والحله دي عشان هعمل الحله الكبيره بالشطه. وعندي هنا بقى شوربه من امبارح حطيت عليها قالب ماجي، وهحط كيس صلصه وارفعها على النار بقى بالشوربه على الفلفل. احنا متعودين ما بننزلش بيها على البتنجان الابيض، يا اما بتنجان اسمر او كوسه او فلفل. اهم حاجه ما ننزلش على البتنجان الابيض. نرفعه بقى على النار. جبت بقى شويه شطه محترمين كده وحطيتهم على كبشه شوربه، وانزل بيها بقى على الحله الكبيره بالشكل ده لان احنا عايزينها سبايسي. نرفعها بقى على النار.